في صفقة غير متوقعة، أعلنت مصر عن شراء سلاح حديث من كوريا الجنوبية، لكن السؤال هو: لماذا كوريا بالتحديد؟ وما نوع هذا السلاح؟ وكيف ستستفيد منه مصر؟ في هذا الفيديو نكشف كل التفاصيل التي لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي. قبل أن نبدأ، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة ملف سري سيكريت دوسيه لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة. في 15 من يوليو عام 2025 أكدت وسائل إعلام كورية جنوبية أن مصر وقعت اتفاقا مبدئيا لشراء منظومة المدفعية المتقدمة K9 ثاندر، وهي تعد واحدة من أقوى المدافع ذاتية الحركة في العالم. كوريا كانت تتفاوض مع مصر منذ عام 2023، لكن الإعلان الرسمي صدر مؤخرا فقط. مدفع K9 يستخدم قذائف عيار 155 ملم، يصل مداه إلى أكثر من 40 كيلومترا، ويتميز بدقة عالية في إصابة الأهداف. يمكنه إطلاق 6 قذائف في الدقيقة الواحدة، ويتحرك بسرعة على أرض المعركة. هذا السلاح يعد إضافة مهمة للجيش المصري، خاصة في الجبهات المفتوحة التي تحتاج إلى دعم ناري سريع وفعال. الصفقة أيضاً تشير إلى اتجاه مصر لتحديث ترسانتها العسكرية بدلاً من الاعتماد على المدفعية الروسية القديمة. كوريا الجنوبية تمتلك أسلحة متطورة، لكن الأهم أنها ليست طرفاً مباشراً في صراعات المنطقة، وهذا يجعل الصفقة أكثر قبولاً سياسياً. كوريا توفر أيضاً التدريب والصيانة على أعلى مستوى، وهناك أنباء تتحدث عن احتمال تصنيع جزء من هذه المنظومة داخل مصر، مما قد يفتح الباب أمام نقل التكنولوجيا. يبقى السؤال الأهم: لماذا تقوم مصر بتعزيز قوتها النارية الآن؟ هل السبب هو الوضع في غزة، أم التحركات الجارية في ليبيا، أم التوتر المستمر بسبب سد النهضة، أم أن مصر تستعد لأي مواجهة في البحر الأحمر؟ لا أحد يعرف الحقيقة سوى أصحاب القرار، لكن الواضح أن مصر تستعد لكل الاحتمالات. هذه الصفقة ليست مجرد تسليح، بل رسالة واضحة بأن الجيش المصري يتطور بسرعة ويعيد ترتيب أوراقه في كل الاتجاهات. فهل ستكون هذه الصفقة مجرد بداية، أم أن هناك مفاجآت قادمة؟ تابعنا لتعرف كل جديد.